الثانية في تاريخها بطلة للخليج بفوز على العراق بعد التمديد ب2-1 في المباراة النهائية لخليج 21 والتي أقيمت على ملعب استاد البحرين الوطني. نعم، المنتخب الإماراتي حرم نظيره العراقي من التتويج بلقبه الخليجي الرابع في تاريخه. بين أبيض الإمارات وأخضر العراق بدأت مهمة تلوين اللوحة النهائية لخليج 21. لم يكن الرسم سهلا في آخر المراحل للفصل بين الجدارة والاستحقاق والتحية والتقدير. الأبيض الإماراتي اتكأ على مسيرته المميزة في البطولة ودخل المباراة لربط ما فعله في الأدوار السابقة بالنهائي أمام خبرة عراقية متمرسة بدت وكأنها استسلمت قبل انقضاء 30 دقيقة الأولى، أين تمكن عمر عبد الرحمن من إيداع الكرة في الشباك بعد سلسلة من المراوغات رفع فيها يد اللون الأبيض في اللوحة. أبيض لم يتراجع مده إلى غاية نهاية الشوط الأول، وبعده في الشوط الثاني تواصل تبادل الهجمات بين الفريقين، وببداية العد التنازلي للمباراة لم يتنازل قائد المنتخب العراقي يونس محمود عن حقه في كل مباراة ليعلن قبل 9 دقائق من نهايتها عن إنقاذ فريقه مسجلا هدف التعادل الذي حافظ عليه المنتخب العراقي إلى غاية صافرة الإعلان عن الأوقات الإضافية التي بدت وكأنها نسخة مكررة للمباراة من بدايتها، لكن بتغير أسماء مسجلي الأهداف. فكانت الدقيقة 7 بعد 100 عنوان التوقيع الإماراتي على مقولة اللقب من نصيبنا، والذي أهداه هو إسماعيل الحمادي. ومثل ما يقال في الألوان بأن الأبيض هو الجامع لها ومحتويها، فقد حرم أبيض الإمارات أخضر العراق من تدرج اللقب الرابع على سلمه الكروي، وصرح خليج 21 أبيض إلى غاية 22. إذن ينضم